النهارده قلت اعمل معاكم البطاطس الفارم فريتس ونعمل التوميه السوري على اصولها. قلت بقى بالمره تعالوا نعمل سندوتشات بطاطس سوري. هستناكم بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب. في الاول كده انا جبت البطاطس متقشره ومغسوله، هقطعها كده شرايح رفيعه يعني تقريبا حوالي نص سنتي. وبعدين عايزه اقطع الصوابع تبقى متساويه، فاقطعها كلها كده فوق بعض عشان تطلع كلها زي بعض نفس المقاس، ما تبقاش واحده في الزيت مستويه وواحده نيه، وعشان كمان يبقى شكلها حلو كلهم يبقوا طالعين كلهم قد بعض في الطاسه. بس فهخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. بصوا بقى اهي متقطعه صوابع كل واحد قد التاني. غسلتها بقى كويس من الميه من النشا لحد ما الميه تبقى شفافه خالص. بعد كده هدلق الميه دي واحطهم في ميه مغليه، مش هطول عليها، شويه بس يا دوب دقيقه او دقيقتين بالظبط. انا حتى ما استنيتش الميه تغلي على وهي البطاطس فيها يعني. بعد ما الميه غليت نزلت البطاطس دقيقه او دقيقتين وطلعتها على طول. نزلتها بقى في ميه ساقعه، ميه ساقعه متلجه، عشان ما تفضلش تستوي، عشان تبرد. بصوا هي ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مستطريه كده يعني طريه. بس هاخدها بقى كده في زيت سخن، هنزل بيهم. انا جربت هنا كده رميت صباع لحد ما الزيت غلي، وبعد كده نزلت كميه البطاطس بقى كلها. طبعا طلعت الصباع ده عشان خاطر ما يتحرقش مع بقيه البطاطس التانية. برضو مش هزود عليها السوا ومش هستنى لحد ما تتهري في الطاسه او توصل لمرحله ان هي تبقى طريه كده وتتفرتك مني في الطاسه. انا اول بس برضو دقيقه دقيقتين برضو في الزيت وهطلعها، برضو هتكون ماسكه نفسها. هصفيها بقى كويس من الزيت على مناديل وهدخلها الفريزر. عايزاها تبرد خالص وتبقى قربت كده على ان هي تتجمد، بس مش هجمدها، عايزاها بس تبرد خالص وتاخد ايه كأنها هتتجمد كده، بداية التجميد اهي. بصوا شكلها ما استوتش. نيجي بقى عشان نعمل النشا. جبت الكزرونه كده حطيت فيها كوبايه ميه، انا لسه ما ولعتش النار. حطيت كوبايه ميه وعليهم معلقتين نشا هرميين، هقلبهم كده مع بعض وانا برضو لسه ما ولعتش النار. بعد كده لما يدوبوا مع بعض هولع بقى النار وافضل اقلب اقلب لحد ما تتخن عشان ما تكلكعش مني والنشا يستوي صح. عايزه النشا يستوي عشان ما يبقاش ليه طعم وحش في التوميه. فهسوي النشا خالص لحد ما يبقى لونه شفاف. الخطوه دي مهمه جدا عشان خاطر ما تطلعش التوميه وحشه. بس اهي بقى لونها شفاف خالص اهي كده، يبقى استوت. هسيبها بقى تبرد خالص. وبعد كده بقى هجيب الهاند بلندر او الخلاط او الكبه اي حاجه، وهحط فيها كيس مايونيز ومعلقه زبادي وربع معلقه ملح كده، وبرده ربع معلقه توم. انا مش بحب التوم يبقى لاذع قوي فيها. حطيت كمان كده على طرف المعلقه ملح ليمون، على طرف المعلقه بس عشان خاطر ما يبقاش مزز بزياده. بديل ملح الليمون تعصروا ليمون عادي، بس هما بره بيحطوا ملح الليمون. حطيت كمان معلقه خل. هضرب بقى كل دول مع بعض اخلطهم كده بالهاند بلندر، وبعدين هحط عليهم كده قد تقريبا نص كوبايه زيت. يعني هي بتاعت الازازه بتاعت الزيت دي كان فيها ربعها، فهو تقريبا يعملوا نص كوبايه. نزلت بيهم كلهم كده بخيط رفيع كده لحد ما الخليط تقل كده بالشكل ده اهو. كده تقل بقى خلاص وبقت توميه تحفه. لو حسيتوا ان هي تقلت منكم قوي زودوا لبن او ميه عادي. بس كده بقى بصوا التوميه بقت كريميه وتحفه، تحفه والله العظيم. بس بقى هرجع تاني للبطاطس، هطلعها من الفريزر بعد ما بردت وانزلها في طاسه سخنه في نفس الطاسه اللي حمرت فيها قبل كده. هنزلها برضو بالزيت يكون سخن. هقلب بقى فيها بالراحه عشان ما تتكسرش، واول ما تبدا تخش في السوا برضو مش هاجي ناحيتها لما تمسك وتبدا تتحمر عشان ما تتكسرش مني في الزيت وتتهري. بس كده هطلعها على اللون ده كده حلو قوي، مقرمشه من بره طريه من جوه وتحفه.
انا هطلعها اصفيها في مصفى عشان تفضل مقرمشه وما تنشفش. بصوا خطيره والله. كان نفسي اسمعكم الصوت بتاع القرمشه بس معرفتش من الزن والعياط اللي حواليا. بس بقى نعمل بقى السندوتشات. هنا انا حطيت توابل شرق اقصى بتتباع عند العطار، وفي الاكياس برضو، بس اللي مش حابب الحاجات دي عشان المقاطعه يستخدم اللي هي توابل الشرق الاقصى من عند اي عطار بيبيع البهارات دي. حطيت بقى كده التوميه في العيش، هحط بقى البطاطس، هنظبط بقى السندوتش ونحط له خيار مخلل، واحط كمان هاليبينو اللي عايزه سبايسي. الحشو بقى براحتكم كلكم بقى، اللي بيحب يحط هوت صوص، اللي بيحب يحط كاتشب. انا ما بحبش الكاتشب في مع التوميه، يعني اي سندوتش فيه توميه ما بحبش احط معاه كاتشب، بحس ان مش لايق كده. بس هعمل بقى السندوتشات كلها وهاخدهم بقى على الجريل كده في شويه زيت صغيرين خالص، احمصهم بقى، اديهم تحميصه كده على النار. والله تحفه وزي بتاع بره بالظبط، واوفر من بتاع بره واحلى. مظبطين بقى السندوتشات، حاطين الكميات اللي انتوا عايزينها. انتوا كمان ممكن تحطوا كول سلو بقى، بس انا ما عملتش. بس فكل حاجه بقى في ايديكم، حطوا بقى الحاجه اللي انتوا بتحبوها. اهم حاجه بقى في فيديو النهارده التوميه، انتوا لازم تجربوا التوميه بالطريقه دي، والله العظيم تحفه. وبس كده، شويه بطاطس تقريبا اقل من كيلو، طلعوا معايا 4 سندوتشات. آه شوفوا بقى لو هتجيبوهم من بره هيبقوا بكام. فوالله حلوه جدا التوميه، اصلا بنجيب السندوتشات من بره عشان خاطر التوميه بتاعتهم دي نفس طريقه التوميه بتاع بره بالظبط ونفس الطعم. بس كده جربوها بقى وقولي رايكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي.